النهارده بنتكلم على حماية التراث الحضاري المصري. مصر بتتميز بوجود تراث حضاري متنوع، واحنا في قسم الطب في المركز القومي للبحوث في وحدة الأطياف والنمذجة الجزيئية كان عندنا مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لحماية التراث القبطي. أثناء دراستنا لقينا إن الأيقونات القبطية عندها مشكلة إنها بتتأثر بالرطوبة وبتتأثر بالعوامل الجوية، وهي ليها قيمة كبيرة جدا عند إخواننا الأقباط. فبالتالي الإجابة على سؤال هي ليه الأيقونات القبطية هشة وبيحصل لها نوع من المشاكل بعد التقادم. فلقينا من خلال الدراسات الطيفية المختلفة، عملنا دراسات باستخدام الأشعة السينية وباستخدام الأشعة تحت الحمراء وباستخدام النمذجة الجزيئية، إن وجود الأيقونات في بعض البيئات اللي فيها رطوبة عالية أو فيها ضوء شمس مباشر بيؤدي إلى إن الاتحاد بين المكون الكيميائي اللي موجود في الأيقونة، خصوصا انها بتبقى من بعض المركبات الطبيعيه مع جزيئات الميه، بيعمل لها نوع من بتبقى نشطه كيميائيا، وبالتالي بيحصل لها تشققات. ونظرا للقيمه التاريخيه والدينيه الكبيره للايقونات، كان عندنا شغل مع المجلس الوطني للعلوم الايطالي على دراسه تركيب الايقونات، ولقينا ان احنا لو استخدمنا النانو تكنولوجي في عمليه الحمايه ان احنا ممكن نعمل طبقات باستخدام النانو تكنولوجي. وفريقنا البحثي في المركز القومي للبحوث الدكتور أسامة عثمان والدكتور عبد العزيز عبد الحليم بالاضافه للدكتوره حنان الحيس من كليه البنات جامعه عين شمس، لقينا ان انا ممكن استخدم النانو تكنولوجي ان انا اعمل طبقتين. الطبقه الاولى تبقى طبقه يمكنها منع جزيئات الميه من الوصول للايقونه، والطبقه الثانيه يمكنها منع طاقه او ضوء الشمس من انه يتفاعل معها، وبالتالي سجلناها براءه اختراع. وفي بدايه هذا العام حصلنا على اجازه لهذه البراءه ان احنا عندنا طبقات حمايه باستخدام النانو تكنولوجي. بالطبع ما كانش ممكن ان احنا نطبق ده على ايقونات فعليه، فاحنا استعنا ببعض الرسامين ورسموا ايقونات وعملنا لها تقادم بحيث انها تماثل القيمه الفنيه والتاريخيه للايقونه، وطبقنا المركبات بتاعتنا وبقى عندنا في المركز القومي للبحوث طبقات حمايه. وطبعا اسمحوا لي من خلال حضراتكم اوجه الشكر لاداره الاكاديميه لانها بتدعم الجهود العلميه في المركز القومي للبحوث، واحنا كنا سعداء الحظ ان احنا يبقى عندنا تمويل. وبنقول النهارده ان احنا بنطور هذا العمل، ان احنا ممكن نستخدم مواد باستخدام تكنولوجيا النانو في انها طبقات حمايه ممكن للاسطح العاديه مش بس للمواد والايقونات التاريخيه. فبالتالي تكنولوجيا النانو النهارده اصبحت بتمثل حلول سحريه، واللي بنشتغل عليه النهارده انها تكون ذات تكلفه اقتصاديه بحيث ان احنا نقدر نحضرها في معاملنا من كيماويات رخيصه ومن امكانيات متاحه في السوق المصري، وبالتالي يبقى عندنا منتج مصري يمكن انه يكون طبقة حماية لاستخدامه في حماية التراث الحضاري القبطي وغير القبطي. وبالتالي النهاردة احنا عندنا منتج مصري لحماية التراث الحضاري المصري. الفكرة النهاردة برضو لما بنطور جزئية حماية التراث الحضاري احنا بنستخدم النمذجة الجزئية في المركز القومي للبحوث، ودي طرق بتستخدم ميكانيكال كام وبتستخدم الكمبيوتر، ان انا ممكن احاكي الاثر واشوف التركيب الكيميائي بتاعه واعمل نوع من الدراسات المستقبلية. ماذا لو كانت الآثار أو المقتنيات الأثرية موجودة في بعض البيئات اللي هي غير مواتية، فيها بعض المشاكل، فيها تسرب لبعض الغازات، فيها بيئة غير مثالية، فبالتالي أقدر أقول الأثر ده كيفية الحماية، لأن أنا من خلال النمذجة الجزيئية أقدر أقول إن الأثر ممكن يتعرض للتلف من خلال عوامل متغيرة كيميائيه وحيويه وفيزيقيه، وبالتالي اقدر اقول ان العوامل دي اذا امكن ان انا اعمل مواد حمايه جديده ومواد حمايه طبيعيه باستخدام النمذجه الجزيئيه، فانا ممكن اعمل عمليه حمايه للاثار. وبالتالي برضه زي ما قلنا ان طبقات الحمايه باستخدام النانو تكنولوجي ممكن تستخدم في الاثار، ممكن تستخدم على الاسطح العاديه، ودي احنا حضرناها في صوره معلق او يعني صوره سائله وفي صوره بودر بحيث انها ممكن تستخدم في مجال التطبيق الصناعي.
طبعا الاهتمام بحماية التراث الحضاري ادانا فرصة في المركز القومي للبحوث من خلال نشاط الساينس كافيه ان احنا ندي فكرة لطلاب الجامعات اللي بيترددوا على نشاط الساينس كافيه، وهو نشاط بدأ سنة 2016 في المركز، بان التراث الحضاري المصري هو تراث عالمي، وبالتالي الاهتمام بالتراث الحضاري مش بس خاص بوزارة الثقافة أو المجلس على الآثار، ولكن كل المتخصصين وكل أفراد الشعب عليهم أن يعوا أن التراث الحضاري المصري بيهم مصر وبيهم العالم كله. وبالتالي كان لنا مشاركة ان احنا عدينا كتاب تحت مسمى القاهرة متحف مفتوح، بنعرف بيه بالقاهرة الفاطمية والآثار اللي موجودة فيها وجهود الدولة في حماية الآثار. يمكن ده أدى إلى ان احنا مؤخرا عندنا مؤتمر للثامن الأطياف والنمذجة الجزائية بيعقد في مدينة دهب إن شاء الله في 15/9، وهتكون السنة دي تحت مسمى حماية البيئة والتراث الحضاري، لأن احنا مؤمنين ان ربنا سبحانه وتعالى حاب مصر ببيئه نهر النيل، والتراث الحضاري المصري بيتمركز حوالين نهر النيل، وبالتالي هناك تناغم بين البيئه المصريه وبين الحضاره المصريه، سواء كانت حضاره فرعونيه او اسلاميه او قبطيه. وبالتالي التراث الحضاري زي ما قلنا ان هو تراث متعدد ومتنوع. احنا بنركز برضو في النمذجه الجزائيه واللي بنعمله باستخدام الكوانتم ميكانيكس واستخدام الكمبيوتر، ان احنا ندرس كل العوامل اللي من شأنها انها تأثر على الآثار. لأن حضرتك لما تيجي تقول إن إحنا عندنا بعض الألوان الموجودة والنقوش اللي موجودة النهاردة، قد تكون هذه الألوان كانت في الأصل من 1000 سنة أو من 2000 سنة ألوان مختلفة، ونتيجة التقادم وضوء الشمس اتغيرت، وبالتالي إحنا بنحط تحت إيد المرمم المركبات اللي دخلت في تركيب هذا الأثر والألوان الحقيقية، فبندرس ما هو تأثير التقادم على التركيب الكيميائي والتركيب بصفة عامة للأثر. وبالتالي ادانا ميزة ان احنا بنقول للأثريين عموما ان هناك مجموعات بحثية في المركز القومي للبحوث وفي غير المركز القومي للبحوث يمكنها تقديم الكثير لحماية التراث الحضاري المصري. وبالتالي احنا بنقول ان هناك جانب ثقافي، هناك جانب اجتماعي، هناك جانب علمي، لابد من التكامل بين الجوانب الثلاثه لحمايه التراث الحضاري المصري سواء كان قبطي او اسلامي او فرعوني. وبرضه من خلال نشاط الساينس كافيه اصبح هناك استخدام الطرق الطيفيه المختلفه زي الاشعه تحت الحمراء وزي اليو في، ان احنا بنستخدم هذه التقنيات كتقنيات بتستخدم في دراسة الآثار وبندرب عليها طلابنا. يمكن مؤخرا كان عندنا عدد من الطلاب المنتمين إلى بعض المتاحف، وبنقول لهم إن إحنا إزاي نستخدم هذه التقنيات بالإضافة للإكس راي فلورسنس في دراسات الخاصة بالقطع الأثرية سواء كانت معدنية أو خشبية أو من الحجارة. وده بيدينا فرصة إن إحنا بنؤهل عدد من الكوادر. واسمحوا لنا من خلال حضراتكم نقول ان تضافر الجهود سواء كانت في مراكز الابحاث او في الجامعات او في الجهات الثقافيه والجهات العلميه المختلفه مهمه جدا لحمايه الاثار المصريه، لان الاثار المصريه هي تراث انساني اولا واخيرا.
ادي لحضراتكم فكره عن استخدام تقنيه طيفيه اللي هي الاشعه تحت الحمراء في التعامل مع الايقونات القبطيه يعني كاحد قطع الاثريه اللي ليها قيمه اثريه ودينيه عند الاخوه الاقباط. التعامل عموما مع القطع الاثريه لازم يكون باستخدام بقدر الامكان تقنيات اللي احنا بنسميها نون ديستراكتيف، ما تسببش اي تلف في القطعه، نظرا طبعا للقيمه الاثريه ان هي يعني لا تقدر بثمن. فالافضل ان احنا نستخدم بعض التقنيات اللي ما تسببش اي تلف في العينه. بالنسبه للايقونات القبطيه، في مشروع ممول من اكاديميه البحث العلمي كان لدراسه ايقونات قبطيه من احد الاديره في منطقه طموح في الجيزه. كان 3 ايقونات كان المطلوب ان احنا ندرسها دراسه كامله علشان نقدر نعرف سبب حدوث تشققات في السطح بتاعها او سبب التلف اللي بيحصل فيها، خصوصا مع التخزين لو ما كانتش معروضه، لان هو المفروض ان احنا يتم الحفاظ عليها تحت ظروف جويه منضبطه بنسميها controlled environmental conditions. نتحكم فيها في درجه الحراره، نتحكم في الرطوبه عشان ما يسببش اي تلف في سطح العينه اللي هو الجزء الاساسي اللي بيتعرض للتلف وبيبقى ظاهر للعين عند العرض او اثناء التخزين. فال3 ايقونات كان المطلوب الاول ده طبعا بيكون تعاون مشترك ما بين مجموعات علميه مختلفه، بيكون في مرممين، بيكون في يعني حد متخصص اصلا في رسم الايقونات وعارف تاريخها كله، فبيبقى عارف ان دي اترسمت في الوقت الفلاني وفي خلال الوقت ده كانت المواد المستخدمه مواد كذا. فيدينا فكره عن يعني تقريبا العينه دي نبقى عارفين احنا بندور في ايه واحنا بنشتغل فيها. فعرفنا ساعتها ان الايقونات بتتكون من مجموعه من الطبقات. المجموعه الرئيسيه اللي هي بيسموها البيز ماتيريال بتكون معموله من نوع من الجبس، وبعد كده فوقيها بيتحط حاجه طبقه اسمها البايندر او ماده الربط اللي هي تربط ما بين البيز اللي هي طبقه الجبس وبين طبقه اللون اللي هيترسم بيها الايقونه نفسها. وبعد كده طبقه الالوان، الطبقه اللي في النص البينيه اللي هي طبقه البايندر او ماده الربط ما بين الجبس وما بين الالوان نفسها، بتكون في الغالب مستخدم فيها مواد طبيعيه زي الصمغ العربي او زي حاجه اسمها انيمال جلو، صمغ مستخلص يعني من انسجه حيوانيه، او استخدام حتى البياض او الصفار بتاع البيض كان بيستخدم بشكل طبيعي لان هو في نوع من يعني كماده لاصقه طبيعيه تساعد على ان الالوان تلزق على السطح الجبس اللي موجود اسفل العينه خالص. الالوان نفسها بتكون معموله، كان دايما بيستخدم في الوقت ده ميتال اوكسايد او بسميها يعني اكاسيد معادن، نظرا لان هي بيبقى ليها الوان طبيعيه فكانت بتستخدم في الرسم. كان المطلوب ان احنا نحلل تحليل كامل. فالاول نثبت ان الماده اللي موجوده فعلا في الاسفل خالص هي ماده الجبس اللي كانت مستخدمه في الوقت ده بناء على الكلام اللي اتقال من الاخوه المرممين او من المتخصصين في رسم الايقونات، والماده الربط اللي ما بينهم اللي احنا كنا شاكين من البدايه ان هي سبب التلف اللي بيحصل، لان هي عباره عن ماده عضويه فعندها قدره كبيره جدا على التفاعل مع بخار الميه اللي موجود في الجو حوالينا. فده كان شاكين بنسبه كبيره ان هو ده سبب التلف اللي حصل وسبب بعد كده التشقق اللي حصل في طبقه الالوان الخارجيه، بالاضافه طبعا لتحليل الالوان. زي ما قلت احنا بنستخدم اكتر من طريقه في التحليل عشان نقدر بالظبط نعرف ايه الالوان المستخدمه وايه مواد الربط المستخدمه. فتقنيه الانفراريد او الاشعه تحت الحمراء هي تقنيه نون ديستراكتيف لا تسبب اي تلف في العينه، وكان بيبقى معانا جهاز بورتابل متحرك اقدر اتحرك بيه واروح، لان ما اقدرش طبعا للقيمه التاريخيه ويعني من ناحيه امنيه برضو ما اقدرش احرك الايقونه نفسها او الاثر واجيبه للمعمل عندي، فانا بتحرك له واروح له هناك. فتم تحليل العينات باستخدام الاشعه تحت الحمراء. الاشعه تحت الحمراء بتظهر حاجه اسمها المجموعات الوظيفيه، ان انا مثلا بيكون عندي عنصر زي الكربون، عنصر زي الهيدروجين، ببقى عايز اعرف هم متواجدين داخل العينه مرتبطين ببعض ازاي، ايه شكل الروابط اللي بينهم وبين بعض، وبالتالي بتقرب لي الصوره اكتر، هل هم موجودين في وسط عضوي ولا موجودين في وسط اقرب لان هو يكون غير عضوي، فبيوضح لي الصوره. وبعد كده بمساعده يعني الزملاء في مجلس العلوم الايطالي استخدموا حاجه اسمها الاكس ار اف او الاكس راي فلوريسنس، ده عنده القدره ان هو يحدد العناصر على وجه التحديد، فبيقدر يقول لي بالظبط لو انا قلت له ان انا طبقه الالوان شايف فيها عنصر كذا وعنصر كذا وعنصر كذا، بس انا شايفهم في شكل روابط، انا ما اقدرش احدد العنصر بالظبط موجود بنسبه قد ايه. الربط ما بين الطريقتين التقنيتين الاشعه تحت الحمراء والاكس راي فلوريسنس او تفلور الاشعه السينيه بيقول لي بالتحديد اللون المستخدم كان ايه. وبعد كده بالتعاون بقى باستخدام طريقه النمذجه الجزيئيه اللي هي حسابات ميكانيكال كم، بقدر احدد هل لو حصل ان بخار الميه جزيئات الميه اتحدت مع البياض البيض او صفار البيض اللي موجود اللي هو اصلا ماده عضويه، لما بيحصل يعني اللي بيتحول التركيب من الشكل العضوي اللي هو الغير نشط لان هو يكون نشط، بيتحول مثلا لاكسيد او هيدروكسيد،
فبالتالي ده بيسبب ان التفاعل كل ما بيزيد كل ما قدرته على التفاعل مع البيئه المحيطه فيها بيزيد اكتر، وده بيسبب حدوث التلف بشكل نهائي. ونقدر على اساسه نحدد بقى ايه الطرق اللي ممكن نستخدمها. اولا بعد ما حددنا الالوان بنقدر نحدد ازاي هنقدر نرمم باستخدام الالوان المطلوبه. وتاني حاجه ان احنا نحط حاجه ماده معينه عشان تساعد على ان التلف ده ما يحصلش مره ثانيه، نظرا لوجود نفس المواد ووجود نفس العوامل. فانا عايز امنع حدوث التلف ده، فبضطر ان انا استخدم او ببقى محتاج ان انا استخدم ماده معينه تمنع حدوث التلف ده مره اخرى. طبعا التقنيات الطيفيه المختلفه بنقدر نقول ان مثلا تقنيه زي الاشعه تحت الحمراء بنقول ان هي متعدده الجوانب او متعدده الاستعمالات، بمعنى ان انا بقدر استخدمها في اكتر من تطبيق، مش فقط حمايه التراث الحضاري. بتتعامل برضو مع البقايا زي ما بتتعامل مثلا مع البقايا البشريه مثلا في بعض الاحيان الزملاء مثلا لو بيتعاملوا مع مومياوات او خلافه، فبتقدر تتعامل مع مختلف انواع العينات. فمثلا في التعامل مع البقايا اللي هي بيكون فيها نوع من انواع الخشب موجوده، مثلا لو موجوده في المقابر، لو موجوده في المواقع الاثريه، بنقدر نقدر باستخدام الاشعه تحت الحمراء نحلل بقايا الخشب اللي موجوده، ونقدر نعرف هل الخشب ده مازال محافظ، لان هو بيتكون من ماده اساسيه اللي اسمها ماده السليلوز، هل مازال محافظ على التركيب بتاعه، تحديدا حتى التركيب البلوري بتاعه هل مازال محتفظ بيه. طيب لو حصل تغيير في التركيب البلوري بتاعه، ده بيبقى اشاره لحدوث تغيرات كيميائيه او فيزيائيه معينه فيها، فبيقدر من خلالها المعني بالامر خلال الدراسه ان هو يقول والله ظروف الدفن كانت عامله ازاي، ظروف حفظ القطعه دي كانت عامله ازاي. ما سبقليش تعامل طبعا في الجزئيه دي. لو بيتعامل مثلا مع بقايا من مومياوات زي مثلا المواد نفسها المستخدمه في التحنيط، او بقايا مثلا شعر، اسنان، عظم، بيقدر يحدد المعني بالدراسه من خلال تحليل مجموعات وظيفيه معينه باستخدام الاشعه تحت الحمراء، وبتحليل مستفيض بعد الحصول على النتيجه، وتحليل مستفيض بقى من خلال برامج على الكمبيوتر، يقدر يعرف هل في تغيرات مثلا بيولوجيه حصلت في التركيب البنائي بتاع مثلا الشعر او العظم او الاسنان، وبالتالي يقدر يحدد بصوره ما هل كان بيه مثلا الموميا دي او كده بتعاني من حاله مرضيه، او هل ده ليه حاجه متعلقه بظروف الدفن او بظروف التحنيط نفسها. وبالامكان طبعا ان يتم مقارنتها بعينات حديثه عشان يقدر يعمل مقارنه كامله لاختلاف التركيب الجزيئي للعينات. في برضو تحديدا مثلا في العصر الاسلامي اللي اشتهر اكتر بالمخطوطات، وفي الوقت برضو الدوله العثمانيه ممكن برضو يتم استخدام الاشعه تحت الحمراء في تحليل الورق. يعني لو في حاجات عباره عن الورق بيبقى معروف طبيعي ان التركيب الجزيئي بتاعه معتمد بالاساس على ماده كذا، اللي هو في الغالب طبعا بتكون ماده السليلوز. فبرضو بمراجعتها لو في بعض التلف موجود في العينات، طبعا الاول بيتم دراسه التركيب الجزيئي نفسه باستخدام الاشعه تحت الحمراء، ونشوف المجموعات الوظيفيه هل في تغير حصل فيها عن المتعارف عليه التركيب القياسي للماده دي، هل في تغيرات حاصله فيها. من خلال التغيرات دي نقدر نحدد ايه المشكله اللي حصلت. لو في تلف موجود في العينات مثلا زي عينات الورق، لو في تلف معين موجود فيها بيتم تحليل الجزء اللي حاصل فيه التلف، وبالتالي نشوف ايه المجموعات الوظيفيه الغريبه عن التركيب الجزيئي بتاع الورق اللي موجوده، وبناء عليه نقدر نحدد سبب وجود التلف ده، ايه سبب ظهوره. دي معلومات احنا في الاطار الشغل بتاعنا احنا فقط، اللي هو التحليل، اللي احنا نحلل ونشوف بالظبط الوضع التركيب الجزيئي اللي موجود شكله عامل ازاي، وبعد كده الموضوع بيكون في ايد مجموعه بحثيه ثانيه مثلا خاصه بالترميم او كذا، بنحط الصوره قدامهم كامله ونقول لهم ده النتيجه اللي احنا حصلنا عليها، والامر طبعا متروك ليكم انكم تقدروا تقدروا بقى ايه سبب التلف وكيفيه اصلاحه، وبعد كده ممكن برضو كيفيه استخدام بعض المواد لحمايه القطع الاثريه دي من حدوث نفس التلف مره ثانيه، خصوصا
مع استخدام زي ما قلت نفس المواد في الترميم، واستخدام نفس المواد ووجود نفس الظروف الجويه المحيطه بالعينه. بس طبعا دلوقتي الموضوع بقى متطور اكتر في زياره طبعا المتاحف، المتحف القومي للحضاره المصريه، المتحف المصري الكبير. لو حد من حضراتكم طبعا راح شاف الاماكن هناك هيلاقي ان كل القطع الاثريه بقت موجوده في يعني تغليف زجاجي معين يتيح عرض القطع بوضوح للزوار، وفي نفس الوقت بيكون في زي سنسور او مجسات علشان تقدر طول الوقت تخلي الرطوبه ودرجه الحراره اندر كنترول او تحت السيطره بالظبط عند ظروف قياسيه معينه، عشان يفضل محافظ على العينه من التلف، ان هي ما تتعرضش لنفس الظروف الجويه مره ثانيه وتؤدي لتلف العينه مره ثانيه.